أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. كشفت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم أن الجزائرية الأصل زاهية ظهر لها علاقة بلورا بريول، التي اتهمت النجم المغربي سعد لمجرد باغتصابها، زعمت أنها هي من حرضتها للإيقاع بلمجرد. وأشارت التقارير الإعلامية أن دهر سبق أن ورطت كل من لاعب المنتخب الفرنسي كريم بنزيما وفرانك ريبيري بقضايا مماثلة، وأدخلتهما القضاء بعدما أقام علاقات جنسية معها. ومباشرة بعد الكشف عن تورطها في الإيقاع بالفنان المغربي سعد لمجرد، قام عشاق سعد بالعلم العربي بالهجوم عليها في صفحتها على الفيسبوك، حيث قام العديد منهم بالكشف عن فضائحها من خلال التعليق على صورها التي ظهرت بها عارية. كما طالب عشاق النجم سعد لمجرد القضاء الفرنسي بالتحقيق مع هذه الجزائرية حتى تظهر حقيقة تورطها في الإيقاع بالفنان المغربي، مؤكدين في الوقت ذاته عن ثقتهم الكبيرة في نزاهة العدالة الفرنسية. وكانت هيئة دفاع لمجرد قد تقدمت بطلب للقضاء الفرنسي لتمكين موكلها من مغادرة السجن والخضوع لإقامة جبرية مع وضع سوار إلكتروني في انتظار محاكمته، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الإبقاء على سعد في السجن. كما تأجلت مجددا جلسات مواجهة لمجرد مع المشتكية بسبب عدم حضور الأخيرة إلى المحكمة. خيوط المؤامرة بدأت بالظهور، فصبرا جميل يا سعد لمجرد. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب، فيسبوك وتويتر.